السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نزورو الجامعة القروية اللي كتوجد بمدينة فاس، وهي جامعة اللي كتعتبر أقدم جامعة في العالم. تأسست في عام 859 ميلادية على يد السيدة فاطمة الفهرية. تعتبر هذه الجامعة من أهم المراكز العلمية والثقافية في العالم الإسلامي، حيث درس فيها العديد من العلماء والمفكرين الأفارقة والأوروبيين. المهم إخوان وأخواتي، ما نطولش عليكم، تابعوا معنا الفيديو نكتشفوا إن شاء الله، نديروا واحد الجولة داخل المدينة العتيقة مدينة فاس. وتبارك الله عليكم، ما تنسوناش بدعم القناة باشتراك وتعليق وتبارك الله عليكم.
Decíamos por ahí si hay un centro. Y cuando terminamos de poner el profesor, ahí se puede a poner una media hora, correr la hora, tampoco una hora y media. Y después viene a buscar y va a llamar al ferroviario o voy a buscar el descanso. Claro, si quieren hasta las 5, quieren por ahí. Pero tenemos la cena a las 9. No, pero dura hora y media el coso. Y nos dejan en el real. No, que la comida a las 9. ما شاء الله تبارك الرحمن. أمطار الخير في مدينة فاس، تبارك الله. خيرات اللهم لك الحمد. خيرات تبارك الله، اللهم لك الحمد. يا الحمد لله على هذا الخير، هذا من فضل ربي. ما شاء الله تبارك الرحمن. شتا خوتي تبارك الله مدينة فاس من الصباح، من الليل وهي تبارك الله كتنزل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذا من فضل ربي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الخيرات تبارك الله هذا العام ان شاء الله يكمل علينا وعليكم بالخير. كل عام جميل ان شاء الله، وتكون الدنيا مزيانه وتجي يعني الفلاحه مزيانه ويتزهر المغرب. الحمد لله المغرب ان شاء الله بحول الله من الفوق ان شاء الله ما كان غير الى الامام. اللهم لك الحمد. الحمد لله المغرب غادي مزيان ان شاء الله.